رمضان كريم على الجزيرة الوثائقية. كان الجزري أول مهندس غير مفهوم الهندسة باستخدامه الترس أو الدولاب المسنن وذراع التدوير الكرانك والمكبس البستون وعمود التدوير، وهذا مهد الطريق لنظام الهندسة الحديث. شهدت هذه المدينة السورية الرابضة فوق تلة مشرفة على مدينة حمص مرحلة طويلة من البناء والترميم. ترتفع هذه المدينة 750 مترا عن سطح البحر، وكانت تحت سيطرة الجيش الكردي إبان الحكم الإسلامي في دمشق، ثم سقطت بين أيدي الجيوش الصليبية قبل أن يستولي عليها الملك الظاهر بايبرس في عام 1271. بنى الصليبيون الجدار داخل الحصن، بينما أنجزت أعمال التوسيع الخارجية على يد الملك الظاهر بايبرس. يبدو أن نظام الري كان يجري وفق طريقة تعود إلى الحضارات السابقة. بنيت هذه القناة الطويلة حسب مفهوم الطريقة اليونانية القديمة. من خلال الآثار القديمة لمعظم شعوب العالم نجد هناك ابتكارات وإبداعات هندسية مختلفة. فمثلا طور المهندسون الرومان طريقة لنقل المياه من مصادرها في أعالي التلال إلى قناة اصطناعية تسمى قناة الجر، ونقلوها إلى القصر أو المدينة اللذين يقعان أسفل مصدر الماء. كان تدفق المياه من أعلى التلة يجعلها تفيض عن حاجة سكان المدينة. هذه الطريقة اكتسبت شهرة خلال حقبة الحكم الإسلامي الأولى، وقبل أن تحدث التغيرات في القرن الثالث عشر. تلك التغيرات أفادت المدينة بأكملها. يعتبر دولاب الماء أو الناعورة في الفيوم في مصر من ضمن التغيرات الصغيرة التي حدثت خلال أوج ازدهار الحكم الإسلامي، والذي حقق الرخاء لسكان المناطق الداخلية ونقلهم من حياة البداوة إلى مجتمعات مستقرة. خلال الحكم الإسلامي جرى تطوير نظام الري حتى انتفت الحاجة إلى الاعتماد على الجهد الإنساني أو الحيواني. لقد أدت هذه الآلية الهندسية إلى إيجاد مصطلح جديد هو مصطلح أوتوماتا أو آلي، الذي يعني القدرة على التشغيل طبيعيا ومن تلقاء نفسه. إنها آلية غيرت دور المياه وجعلت وظيفتها مزدوجة. يعمل التيار المائي بمساعدة الجاذبية على تدفق الماء بشكل متتال، بينما يجري جدول الماء ليسد حاجات الناس أو ليستخدم في أعمال الري. يفضل الناس هنا اتباع طريقة الري الطبيعية لتفي بحاجاتهم وري مزروعاتهم، بينما نجد أن استخدام المضخات الكهربائية كبديل ينتشر على نطاق واسع في كل أنحاء العالم.
حتى اليوم ما زالت الفيوم تشتهر بقمحها وعنبها وزيتونها وأزهارها ومحصول قطنها ذي الجودة العالية. منذ تحديث الهندسة المائية بدأ باستخدام تقنية إحضار مياه الأنهار من الأعالي لري المزروعات، وبعد أن كانت صغيرة أصبحت حاجات اليوم تتطلب نواعير أكبر. تعمل 4 نواعير من مختلف الأحجام في مدينة حماة السورية على ري الأراضي المنخفضة وصولا إلى سفوح التلال المحيطة بها، ويصل ضغط المياه إلى ارتفاع يعادل ارتفاع الطبقتين. على الرغم من أن حماة متاخمة للصحراء، إلا أن الخصوبة التي تتميز بها بفضل نظام الري هذا قد جعلها مركزا زراعيا فعالا ينتج ما يكفي من الحبوب والخضار لسد حاجات السكان فيها. خلال الحكم الإسلامي أخذت الدولة على عاتقها مساعدة الفلاحين وتأمين الماء إلى الحقول للري على أساس أن الدين يلزمها بذلك. إن تخطيط المدن خلال حقبة الحكم الإسلامي أعطى أهمية كبرى لبناء المساجد والمدارس والمستشفيات بالقرب من الأنهار، نظرا لأن هذه الأماكن كانت مراكز لتجمع الناس. ومع اختراع الناعورة التي تعمل على الماء جرى تزويد هذه الأماكن بالحاجة الأساسية التي هي الماء. كانت دواليب الماء تصنع من الخشب لأسباب معينة، وهي مقاومته للماء وسهولة صناعته والحصول عليه، بالإضافة إلى أن الحكومة كانت تجد سهولة في دعم بناء هذه الدواليب في كل هذه المنطقة. جرى اختيار خشب التوت لمميزاته المتعددة، فعروق هذا الخشب تمنح القوة للدواليب لاحتوائها على مواد طبيعية تعمل عمل الشحم لتخفف الاحتكاك. لهذا يصمد دولاب ماء كابي لوقت طويل رغم أنه أصغر من الناعورة الخشبية. نحن هنا داخل مستشفى كان يعرف سابقا باسم بيمارستان، وجرى تحويله الآن إلى مطعم. اعتمد نظام أنابيب المياه في هذا المستشفى خلال الحكم الإسلامي. هذا الحمام الشعبي والمجهز بالسونا أي حمام بخاري كان متوفرا في كل المستشفيات ومخصصا للمرضى، وبشكل خاص للذين يعانون من مشاكل جسدية واضطرابات عقلية. هذا الحوض كان يستخدم لتسخين المياه من أجل الحمامات البخارية. شيدت منطقة تسخين المياه بعيدا عن النظر وبالقرب من هذا المكان، حيث تجري المياه عبر أنبوب له صنبور للتحكم بكمية المياه. اخترع مهندسو الدولة الإسلامية نظاما أكثر تطورا كان الهدف منه جر مياه الري إلى وسط المدن البعيدة عن مصادر المياه والتي كانت تشهد ازدحاما سكانيا. لأجل ذلك كانت تجر المياه عبر قنوات ضيقة للحصول على تدفق أقوى. أصبحت المياه تصل إلى المدن عبر أقنية تحت أرضية وغير مرئية، وما كان أحد ليظن بأن تحت هذا الممر ثمة قناة تجري فيها تيارات مائية قوية باتجاه المناطق السكنية وباتجاه المنطقة الحكومية في وسط دمشق. من دون تيار كهربائي كان الضغط يدفع الماء بقوة إلى الطبقة الثانية من هذا المبنى الذي كانت تشغله حكومة المماليك والذي شيد قبل 300 عام. يعود الفضل في هذه الآلة إلى مهندس اسمه باديوس في عهد الجزري المولود في عام 1174 في مدينة جزري في تركيا. يعتبر كتاب في معرفة الحيل الهندسية والذي يعني التجهيزات الميكانيكية الذكية من أوائل الأدلة الموثقة عن استخدام ذراع الكرنك وعمود التدوير في آلات نقل الماء.
لقد استخدم الجزري عمودي تدوير متعاكسين لاحتجاز الماء حيث يصفطه المكبس ومن ثم يدفعه إلى الأعلى. باستخدام هذا النظام أصبح من الممكن تزويد البلاد الإسلامية بالمياه حتى لو كان مصدر المياه أماكن منخفضة. استخدم الجزري ذراع التدوير، وطبقت هذه التقنية للمرة الأولى باستخدام مضخة لها مكبس يعمل باتجاهين، ويستخدم تركيبة من دولاب مسنن وذراع تدوير، الذي هو عبارة عن آلية لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة ترددية إلى الأمام والخلف أو إلى الأعلى والأسفل بمساعدة مكبسين يتحركان بالتناوب باتجاهين متعاكسين لضخ الماء من المصدر المنخفض. هذه هي الطريقة التي سمحت بتحويل المياه لتشكل تدفقا قويا عن طريق الدوران والتتابع وحركات عمود التدوير. ولقد سبقت هذه الطريقة اختراع المحرك البخاري في أوروبا. إن المحرك البخاري الذي اخترعه جيمس وات كان يستخدم فقط لضخ الماء بمساعدة المكبس. بعد ذلك استخدم جيمس وات آلية الكرانك أو ذراع التدوير لنقل الحركة البخارية من حركة ترددية إلى دولاب تعديل السرعة الدوار، وبذلك أصبح من الممكن استخدام المحرك في القطارات والسفن وغيرها من الآلات المستخدمة في ذلك الوقت. وفي نهاية القرن التاسع عشر وبعد اختراع المحرك ذي الاحتراق الداخلي، تطلب الأمر استخدام ذراع التدوير لإدارة المحرك. تلك هي العناصر التي أدخلت تغييرات كبيرة في تطوير الهندسة الحديثة، خاصة في تطوير المحرك البخاري، بالإضافة إلى المحرك ذي الاحتراق الداخلي والذي نستخدمه في سياراتنا اليوم. بقيت عمليات ضخ المياه عبر النواعير في سوريا حتى اليوم ولا تزال، ومنها نواعير حماة الشهيرة والناعورة الموجودة في الجامع العربي في دمشق. قبل 30 عاما كانت هذه الأداة تستخدم لرفع المياه إلى الطبقة الثانية للجامع. تتدفق المياه من نهر بردة عبر قناة مائية تحت أرضية لتساعد على تشكيل آلية الناعورة. أما الطاقة التي تحمل الدعائم العامودية فكانت تصنع قريبة من الناعورة لتعمل كمسرب مسطح للمسننات التي تحرك العارضة حالما تلامس الناعورة المتحركة بشكل دائري. أما السارية والتي هي بطول 25 مترا فهي موصولة بترس خشبي يقع في الأعلى ليساعدها على الدوران. هذا الدولاب موصول بالدولاب المعاكس بعارضة أفقية. ودولاب الماء مربوط بسلسلة محاطة بأوعية تمتلئ بالماء. أما المياه التي ترفع فتسكب وتجر إلى الجامع العربي. صنع هذا الدولاب خلال الحكم العثماني في تركيا. هذه الحركات الميكانيكية للتروس التي ظهرت قبل 800 عام أصبحت الآن حافزا لحقل الصناعة في عالمنا المتطور اليوم. والفرق الوحيد هو أن الترس القديم كان يصنع من الخشب، أما الآن فهو يصنع من النحاس أو الفولاذ. في كتابه يتحدث الجزري أيضا عن آلية سعة الماء.
الساعة المائية التي اخترعها الجزري عبارة عن آلة تعمل على ضبط نظام التغذية الاسترجاعية، وهي تستخدم في صناعات اليوم الحديثة. تضغط الأداة الثقيلة المتدلية من دولاب الماء لينزل إلى الأسفل، مما يسمح للدولاب بالدوران عكس عقارب الساعة بالتزامن مع تحريك الدولاب الآخر الذي يحرك الإبرة التي تشير إلى الوقت من 1 حتى 12. خلال فصل الشتاء ومع قصر النهار يسمح بزيادة جريان الماء إلى الخارج لتعجل حركة الساعة. تعمل العوامة عمل عمود التدوير وتساعد على إيقاف جريان الماء عندما يكون مستواه مرتفعا، وتسمح له بالتالي بالجريان عندما ينخفض مستواه، وهذا ما يساعد على المحافظة على ثبات جريان الماء. هذه طريقة دقيقة، وهي الآلية التي أوحت باستخدام عمود الدوران أثناء اختراع محرك السيارات ومضخات المياه حتى أيامنا هذه. تنصب الجهود اليوم في مدينة حماة السورية على المحافظة على الإرث الهندسي للحكم الإسلامي تحت إشراف المجلس البلدي. قبل الاستعمار الغربي كان بناء هذه الأدوات الهندسية يصنعها الناس في كل قرية ومدينة بالتعاون فيما بينهم وبإشراف الجسم الهندسي الاستشاري الذي يترأسه الخليفة. وكان تطويرها يعتمد على تقديمات الحكومة ومن أموال الزكاة والهبات بالإضافة إلى أموال بيت المال. ومن أجل خدمة الناس على نطاق واسع اختير الخشب لصناعة النواعير دواليب المياه نظرا لرخصه وسهولة الحصول عليه مقارنة بالمعدن الأغلى والأثقل والمعرض للصدأ والذي تصعب صيانته. فكان أن ينصب الجهد على تقديم ما هو ملائم للشعب لا على الاستفادة المادية وتحقيق الأرباح. لكن انتشار العلوم في الغرب أدى خلال الثورة الصناعية إلى تراجع حقل الهندسة، واستمر ذلك حتى حقبة الاستعمار والحربين العالميتين الأولى والثانية. استغلت الثورة الصناعية العمال، وتم كسب الأرباح من النشاطات الصناعية جراء المنتجات الصناعية التي تسوق في كل أنحاء العالم. فكانت هذه النشاطات مختلفة عن تلك التي تمارس في العالم الإسلامي الذي لا يعتمد النظم الرأسمالية بشكل واسع مقارنة بالعالم الغربي، وبالتالي فإن البلدان الإسلامية لم تكن قادرة على المنافسة. إن فكرة تحقيق الربح في العالم الغربي أدت إلى زيادة الآثار السلبية على البيئة والناس على حد سواء، كما أن هذا التطور قد وسع الهوة بين الأثرياء والفقراء من كل الأديان. إن المطلوب بالنسبة إلى الدكتور وان راملي هو الانطلاق من استخدام ذراع التدوير والمكبس وعمود الإدارة التي كان الجزري أول من استخدمها لاختراع آلات حديثة لا تفيد العالم فحسب بل تكون صديقة للبيئة أيضا. لقد أجرى بحثه بنجاح على خلية الوقود التي تولد الكهرباء لتشغيل الدراجات النارية كبديل عن استخدام الوقود المتحجر كالبترول والغاز اللذين يستخدمان كوقود للسيارات. فإذا كان الجزري قد استخدم الماء لتشغيل حركة النواعير، فإن الدكتور وان راملي يشغل الدراجات النارية
باستخدام الهيدروجين والأكسجين من الهواء، حيث أن اتحادهما يعطينا الماء فقط. وسيسعى بعد ذلك لاستخدام الوقود الصديق للبيئة لتشغيل السيارات. وبعد أن أدركت الدول الغربية تأثير استخدام الوقود الإحفوري، نجدها تتخذ خطوات مشابهة كهذه. وهكذا يرى البروفيسور وان راملي بأن ما نحتاج إليه الآن هو إعادة شحذ الروح التي أظهرها فيما مضى علماء كالجزري لاختراع ما يفيد الإنسانية.